ليه المدرسة أكتر مكان بنكرهه وبنوحشه لما بنسيبه؟ احنا التلامذة وبكرة لينا. هو ليه واحنا في المدرسة كنا بنعد الليالي عشان الأجازة تيجي؟ أو ليه كنا بنتمنى احنا نكبر عشان نسيبها ونمشي؟ وليه لما كبرنا بقينا نتمنى إن نرجع المدرسة تاني لو ليوم واحد بس عشان نستعيد ذكريات الطفولة تاني؟ كلنا كنا بنقول امتى نخلص المدرسة، واجبات وامتحانات وطابور الصباح اللي مش عارفين هو موجود ليه اصلا، وفقرة هل تعلم اللي لو نفسي احذف حاجة من حياتي احذف فقرة هل تعلم دي. ملهاش فايدة. ليه يكون طفل صاحي الصبح غصب عنه الساعة 6 يروح المدرسة يقف في الشمس ويجيله واحد في الطابور يقول له هل تعلم ان الفيل لديه زلومة؟ طب ما اكيد يا اسطى ده انت عيل رخم اساسا. واول ما الجرس يرن الفصل كله بيجري اكنه في سباق عالمي وبيجري على خط النهاية اللي هو الكانتين. وعارف انت لو وقعت منك حتة كده من السكر وفجأة تلاقي نمل كتير جدا واقف عليها، ده المشهد التصوير للكانتين. العيال كلها بتنزل تقف على الكانتين اكنها مظاهرة. بس لما كبرنا عرفنا ان المدرسة كانت لمة صحاب ومواقف وضحك في الفسحة. والغريب ان احنا مش بنفتقد المدرسة، احنا بنفتقد جو المدرسة اللي كان بيملى يومنا واحنا اطفال. يمكن عشان كده انت كنت مستني اخر يوم في المدرسة، لكن وانت كبير بتفتكر اول ايامها بابتسامة. وبس كده. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة واكتب لي في التعليقات ايه اكتر موقف محرج حصل لك في المدرسة، وده الموضوع ببساطة. والسلام عليكم.